الأخبار والتقارير الاقتصادية هي المحرك الرئيسي لأسواق المال. في الفيديو ده هقولك ازاي تستغلها بشكل صح عشان تنجح في التداول. أغلبية المتداولين بيهتموا فقط بالتحليل الفني وبيكونوا شاطرين جدا بالمناسبة، بس للأسف لو انت واحد منهم وبتهمل الأخبار والتقارير الاقتصادية فانت مش بتستفيد من التداول بشكل صح 100%. وانا النهاردة جاي اقولك ازاي تقدر تستفيد من الأخبار والتقارير الاقتصادية بشكل صح في أسواق المال. تعال ناخد أمثلة مثلا مرينا بيها خلال ال5 سنين اللي فاتت. في 2020 كان في أزمة كورونا، في الوقت ده كان في حظر عالمي على وسائل المواصلات والشحن والطيران، وبالتالي الطلب على البترول قل لأدنى مستوى في التاريخ، لدرجة ان اسعار برميل البترول نزلت لأقل من 3 و4 دولار. ناس كتيرة جدا هتشوفها أزمة، وهي بالفعل أزمة اقتصادية عالمية كبيرة جدا، ولكن المتداولين الشاطرين كانوا شايفينها فرصة كبيرة جدا ان هم يدخلوا في الوقت ده ويشتروا البترول، لان بعدها مباشرة بعد انتهاء الأزمة ارتفع سعر البترول بشكل جنوني، والاشخاص اللي قدروا يستغلوا الازمه دي حققوا ارباح كبيره جدا. نفس الكلام ده حصل في 2022 وقت اندلاع الحرب بين روسيا واوكرانيا. في الفتره دي ارتفع سعر البترول بشكل جنوني جدا، وكالعاده المتداولين الشاطرين كانوا مستنيين اللحظه المثاليه اللي ارتفع فيها البترول بشكل جنوني عشان يبيعوا من عند النقطة دي، وبالفعل البترول وصل لأعلى مستوى في التاريخ. وبالتالي المتداولين المحترفين اللي بيستغلوا الأخبار بشكل صح حققوا أرباح تقدر بملايين الدولارات. نفس الكلام ده حصل في الذهب بالتوازي مع ارتفاع سعر البترول، لأن الذهب هنا يعتبر الملاذ الآمن للمستثمرين. وبالتالي لما تسمع إن سعر أونصة الذهب ارتفع من 1600 دولار ل 3200 دولار ما تستغربش من حاجة زي كده. ده رقم كبير جدا بالمناسبة في سوق الذهب، بنتكلم في صعود أكتر من 16,000 نقطة في الذهب لوحده. وبالتالي الناس اللي دخلت شراء ذهب في الوقت ده حققوا أرباح ملايين الدولارات، وبالمناسبة في ناس حققت مليارات الدولارات، وهنا بتكلم عن المؤسسات والبنوك والشركات الكبيرة. فالأخبار هنا هي حاجة مهمة جدا عشان تقدر تحدد اتجاه السوق رايح فين. هو يعتبر المحرك الأساسي لأسواق المال. هتلاقي بقى في تقارير اقتصادية كتيرة جدا بتصدر بشكل شهري على كل عملة من العملات اللي انت بتتداول عليها، سواء الدولار أو اليورو أو الين أو الاسترليني أو أي عملة أجنبية. ضروري جدا تدرس التقارير الاقتصادية دي قبل ما تدخل في التداول، عشان هي هتساعدك تاخد قرار الشراء والبيع بشكل صح. لو عايز تعرف احنا في ترند جورز ازاي هنساعدك تستغل الاخبار والتقارير الاقتصاديه بشكل صح، ادخل على جروب التليجرام اللي هتلاقيه في الوصف حالا. وخلي بالك انا في فيديو بجهزه لك بيربط التحليل الفني بالتحليل الاساسي والتحليل النفسي للسوق. التحليل الاساسي هنا هو الاخبار والتقارير الاقتصاديه، وازاي تاخد قرار الدخول والخروج بشكل صح على التشارت.